دكتور ضياء فجأة سافر الإمارات، مش هنقول هرب، في زيارة زي ما أعلن بعد ما تم إقالته من جامعة طب عين شمس وقرر شطبه من النقابة ووقفه عن ممارسة المهنة كطبيب وإغلاق وتشميع عيادته. وده حصل بعد كمية البلاغات والشكاوي للنقابة بوجود حالات وفيات وحالات متضررة صحيا من نظام الطيبات وتوصيته للمرضى بإيقاف الأدوية اللي كانوا بياخدوها لأمراض مزمنة زي السكر والمناعة والقلب وحالات تانية كتير. وهو في الإمارات قام بنشر فيديوهات غريبة. وتاني نرجع لنظرية المؤامرة وإثارة الجدل، منها فيديو لدكتور زياد اللي قال فيه إنه هينزله خندق، والفيديو اللي قال فيه اعرفوا إني لو اختفيت إني اتقتلت. بعد أيام طلع خبر وفاة دكتور ضياء، الله يرحمه إن كان مات. بعد خبر وفاة دكتور ضياء تحول لأكبر ترند على السوشيال ميديا وجميع وسائل الإعلام هو ونظام الطيبات. واللي كان ما يعرفوش زي كده مثلا عرفوا، واللي كان عمره ما سمع عن نظام الطيبات قرر يجربه. يعني بقى أشهر بعد وفاته عن مكان في حياته. وده طبعا خلق جدال كبير عنه هو ونظام، وتحول لقضية رأي عام، خصوصا بعد ما أسرته حكت قصة اختفائه الغامضة وشككت في طريقة وفاته وطلبت إعادة تشريح للجثمان. وتحول دكتور ضياء من شخص عليه بلاغات وأكيد كان مطلوب للتحقيق لمجني عليه وبطل أمام المجتمع اللي عاوز يجيب حقه. بعدها نشرت وسائل التواصل الاجتماعي والميديا عن تشكيك زوجته في إن ده جثمانه أصلا، وإصرار رفض محامي دكتور ضياء بالظهور الشخصي في أي برنامج إعلامي والاكتفاء بالمداخلات التليفونية لشرح أبعاد القضية. وهوب بعدها نزل خبر القبض عليه في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد. السؤال اللي عايز أسأله بعد الفيديو الطويل قوي ده، هل دكتور ضياء توفى الله يرحمه، ولا هل دكتور ضياء مازال على قيد الحياة؟ أتمنى ما نكونش بنتفرج على فقرة الساحر أو الجزء التاني من قصة بيل جيبسون، لأن التشابه في طريقة الانتشار والتأثير الفكري واضح جدا. ولو مش عارفينها اعملوا عليها سيرش أو اتفرجوا على الفيلم عشان تفهموا أنا قصدي ايه. سلام.